أبطال ثانوية عامة، ازيكم عاملين ايه؟ هانت خلاص يعتبر فعليا بتكتبوا نهاية سطور حكاية ثانوية عامة. بتمنى تكونوا استفدتوا من السنة دي وتعلمتوا منها حاجة. أولا إن توفيقك وصبرك وإتقانك في اللي انت بتعمله وإتقانك في أدائك ده بيرجع لربنا سبحانه وتعالى، وطبعا ده لا جدال فيه. بيجيلي منكم الفترة دي تعليقات سلبية جدا عن خوفكم من نتيجة الامتحانات اللي فاتت. طبعا مش محتاجة اقول لكم ان اكبر غلط بتعملوه ان انتوا تراجعوا اصلا وان انتوا تعرفوا غلطاتكم ايه. ده مش وقته. الكلام ده تعمله بعد ما تخلص امتحانات خالص، يعني بعد ما تخلص امتحان الاحياء لو عايز تعمل كده اعمل كده، انما في الفترة دي وحاليا ما انصحكمش ان انت تراجع اصلا. وما تخافش لان ترتيباتك وحساباتك حاجة وحسابات المصحح حاجة تانية وحسابات ربنا بتبقى حاجة تالتة. وده اللي بيجي في الاخر. فما تفكرش كتير في النتيجة، ما تفكرش في درجاتك. اهم حاجة ان انت تركز دلوقتي في المواد اللي عليك، مش تركز في خوفك من النتيجة او خوفك من درجات الامتحانات اللي فاتت. كل ده مش هيفيدك في اي حاجة دلوقتي. ان شاء الله في الفيديو ده هديكم ملخص الجيولوجيا، او بمعنى اصح زتونة الجيولوجيا، كل الحاجات المهمة اللي بيركز عليها في الامتحانات، كل التريكات، كل الحاجات دي. وده بواقع خبرتي في حل الامتحانات وكمان امتحان 2023. وان شاء الله البي دي اف اللي عاملاه هتلاقيه يا اما في الديسكريبشن بوكس او في قناة التليجرام اللي الرابط برضو بتاعها في الديسكريبشن بوكس. وركز معايا في الفيديو الاخر علشان هقول فيه حاجات مهمة جدا 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 هتفيدكم في امتحان بعد بكرة. فحاول ان انت تستفاد منها بقدر الامكان. بس قبل ما تبدا الفيديو متنساش تضغط لايك وسبسكرايب وتفعل النوتيفيكيشن وتعمل جوين لقناه التليجرام علشان هينزل عليها البي دي اف ان شاء الله. ويلا بينا نبدا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هقول لكم كده باب مع بعض ايه الحاجات المهمه فيه وايه الحاجات اللي تركزوا عليها فيه. بس اهم حاجة تركزوا في كل كلمة بقولها وما تستهتروش بأي حاجة بتتقال لأنها مهمة جدا وهتفيدكم وانتوا بتحلوا الامتحان. طيب أول حاجة كده نبدأ بالباب الأول. أول تركة ممكن إن هو يربطها بالباب الأول وهي علوم البيئة. ممكن يربطها مع الجيولوجيا العادية في مسائل الضغط. مسائل الضغط عندك نوعين، يا إما الضغط داخل المية أو في الضغط في الهواء الجوي. إزاي ممكن يجيبها لك؟ عن طريق إن هو يجيب لك مسألة ممكن تتقسم نصين. نص عايز قانون الضغط داخل المية وتزود عليه الضغط في الهواء الجوي. يعني انت عندك مثلا قانون الضغط في الهواء الجوي هو على سطح المية 1 وبيقل نص قيمته كل ما ترتفع 5.5 كيلو متر. أما الضغط داخل المية بيكون العمق على 10 زائد الضغط السطحي للمية، والضغط السطحي للمية لسه قايلين إن هو 1، فأنت بتعمل عمق على 10 زائد 1. طب إزاي ممكن يجيبها لك؟ يجيلك مثلا مسألة يقولك إن كان في غواص أراد جمع عينة أو عينات من الطحالب الحمراء على أقصى عمق تتواجد عليه. أقصى عمق تتواجد عليه لو ربطناها بجيولوجيا علوم البيئة هنلاقي إن هو 25 متر بتتواجد عليه الطحالب الحمراء. فأنا كده بحسب 25 هقسمها على 10 زائد 1. ده الضغط الجوي بتاع مين؟ بتاع الطحالب الحمراء. طيب هتطلع معايا 3.5 ضغط جوي. طيب يجي يقولك كمان ان هو راح في رحلة استكشافية على بعد 11 متر فوق مستوى سطح البحر. ده معناه ان هو الضغط الجوي بتاعه بيساوي ربع. فيجي يقولك الفرق بينهم قد ايه. احنا طلعنا ان الضغط عند الطحالب الحمراء كان 3.5، والضغط على بعد 11 متر فوق مستوى سطح البحر هيساوي ربع. ف3.5 ناقص ربع يعني دي 3 وربع، وده فرق الضغط الجوي. فهي المسائل بتجيلك كده، وده اللي ممكن يربطه في علوم البيئة. طيب نيجي بعد كده لتاني حاجة انت تركز عليها كويس قوي، الفرق بين الفالق البارز والفالق الخندقي. مبدئيا كده انت عارف ان الفالق البارز والفالق الخندقي ليهم اسماء تانية. يعني الفالق البارز ممكن يكون اسمه الساتر او هورست، والفالق الخندقي ممكن يكون اسمه الحوضي او الخسفي او الاخدودي او كمان جرابن. طيب ايه الفرق بينهم؟ الفالق البارز بيكون عبارة عن فالقين عاديين، والاتنين برضو عبارة عن فالقين عاديين عادي جدا. متحدين بقى بتفرق في السطح العلوي ولا السفلي. لو فالق بارز فهو متحد في السطح السفلي، اما لو فالق خندقي فهو متحد في السطح العلوي. طيب عندي الفالق البارز بيشبه بالطية المحدبة. يعني لو جيت بصيت كده ده الفالق البارز عامل كده شبه الطية المحدبة. الطية المحدبة الطبقات القديمة هي اللي بتبقى في النص، يعني دي الطبقات القديمة بتكون محاطة بطبقات أحدث منها. إنما الفالق الخسفي أو الفالق الخندقي بيكون العكس.
لو جيت بصيت للفالق الخندقي هو عبارة عن طية مقعرة، الطبقات اللي في النص هي اللي بتبقى الحديثة، والطبقات على الحرف دي بتكون محاطة بطبقات ايه؟ قديمة. والفالق الخندقي بيكون الفالقين عاديين عادي متحدين في السطح العلوي، ده كده الفرق بين الفالق البارز والفالق الخندقي. طيب نيجي بعد كده ل السلم الجيولوجي. اكتر حاجة بنصحكم فيها هي ان انتوا تسمعوا الاغنية بتاعة جيو ماجد امام، هو مسهل فيها الدنيا جدا. يعني مثلا عندك في العصر الكامبري كنا بنعرفه بتلاتة هيكلي، تلاتة يعني ثلاثية الفصوص، وهيكلي يعني انتشرت فيه الكائنات الهيكلية. الأردفيشي فطر لا أخضر، فطر يعني كان انتشرت فيه الفطريات، لا يعني لا فقاريات. والأخضر اللي هو النباتات الخضراء، كانت بداية النباتات الخضراء. السيلوري سمك في وعاء. كل الحاجات دي كانت علامات حلوة جدا لجيو ماجد إمام. هحط لكم اللينك اللي هو بيشرح فيه الأغنية دي على جروب التليجرام، فاسمعوه منه وربطوا السلم الجيولوجي ببقية الأبواب اللي بعد كده، علشان هو بيستخدمها كتير خاصة في الباب الرابع. الحاجة بس اللي عايزة أكد عليكم فيها هي إن عمر الأرض 4600 مليون سنة، أو 4.6 مليار أو بليون سنة. ظهر الحياة الغير معلوم كان 4058 مليون سنة، أما ظهر الحياة المعلوم كان 542 مليون سنة، يعني 13% بس من عمر الأرض. أما ظهر الحياة الغير معلوم هو 87% من عمر الأرض. اسم ظهر الحياة الغير معلوم الكريبتوزوي، وما تتلخبطوش بينه وبين البروتيروزي، لأن هو عبارة عن حقب من ظهر الحياة الغير معلوم وليس اسم الظهر ذات نفسه. ظهر الحياة المعلوم كان اسمه الفانيروزوي، والفانيروزوي كان بيتقسم بقى لحقب وعصور، ما تتلخبطوش بين الأسماء دي. طيب نيجي بعد كده لأسطح عدم التوافق. أسطح عدم التوافق ممكن يربطها لك ازاي بالباب الخامس؟ عن طريق المسميات. يعني أنا عندي التعرية هي حركة أرضية رافعة، هي انحسار ماء البحر، والتعرية دي هي اللي بتأدي لسطح عدم التوافق، التعرية والترسيب. طيب الترسيب هو عبارة عن حركة أرضية خافضة بتيجي بتقدم ماء البحر. أي حاجة من دول هي مسمى ليهم. يعني لو جالك مثلا حركة أرضية رافعة، تعرف على طول ان دي حصل فيها تعرية. لو جالك حركة أرضية خافضة تعرف ان ده حصل فيه ترسيب. قانون مهم جدا هو عدد فترات الترسيب. عدد فترات الترسيب هو أسطح عدم التوافق ما عدا المتباين الناري والمتحول عن الناري. يعني ايه؟ يعني أنا لو عندي أسطح عدم توافق أنا بعدها عادي جدا، ما عدا لو لقيت في صخر في سطح ناري أو متحول عن ناري، ده أنا ما بحسبهوش. يعني ما بحسبهوش نتيجة فترات الترسيب، تمام، وبجمع عليها واحد. طب عدد مرات انقطاع الترسيب هي عدد أسطح عدم التوافق. تمام كده، القانونين دول مهمين جدا جدا فركزوا فيهم. بعد كده ندخل على الباب التاني. مهم جدا ان انت تكون عارف ترتيب العناصر الاكثر شيوعا في القشرة الارضية. يعني اكسجين، بعديه سيليكون، بعدين الومنيوم، بعد كده حديد، كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، وتبقى عارف النسب بتاعتهم. والنسب بتاعتهم موجودة في ورقة المفاهيم، ما تتكاش عليها قوي، بس تكون عارف المعلومة دي وفين تطلعها من ورقة المفاهيم. بعد كده من الحاجات المهمة جدا ان انت تحفظها بالترتيب وتكون عندك سرعة بديهة ليها. يعني ان انت ما تقعدش تدور عليها في ورقة المفاهيم، هي مقياس موس للصلادة. مهم جدا في الباب التاني ان انت تكون عارفه: تلك، جبس، كالسايت، فلورايت، اباتايت، اورسوكليس، كوارتز، توباس، كوراندوم، ماس. لازم تبقى عارف الترتيب ده كويس قوي. هو الترتيب ماشي 1 2 3، يعني التلك 1، الجبس 2، الكالسايت 3. لازم ان انت تبقى حافظه كويس قوي ومتدرب عليه كويس، ما تقعدش تدور عليه في ورقة المفاهيم. لازم تبقى عارف معلومتين: ان الوزن النوعي للجلينة 7.5، اما الذهب 19.3. دي معلومات بديهية لازم ان انت تكون داخل بيها الامتحان، علشان ما تقعدش تضيع وقت ان انت تدور عليها في ورقة المفاهيم. بعد كده الجدول ده مهم جدا بتاع الأنظمة البلورية. لازم تبقى داخل وانت عارف كل نظام بلوري عدد المحاور البلورية بتاعته قد ايه، مستويات التماثل قد ايه، محور التماثل، عدد محاور التماثل. كل الحاجات دي لازم تبقى داخل وانت حافظها كويس، لانها مش موجودة كده او بالمنظر ده في ورقة المفاهيم. هتقعد تدور عليها كتير ومش هتلاقيها فهتتلخبط فيها. فحاول ان انت تبص على الجدول ده وتركز عليه كويس قوي. طيب نيجي بعد كده على الالوان، ودي حاجة مهمة جدا وبتتكرر كتير في ربط مع الابواب.
الألوان الثابتة عندك حاجتين، كبريت وملكايت. الكبريت لونه أصفر وده علامة للكبريت مهمة جدا، الملكايت لونه أخضر وده علامة مهمة جدا برضو، لأنه ممكن يجيلك مثلا من المعادن متأصلة اللون. يعني ايه متأصلة اللون؟ يعني معادن ثابتة اللون. يجيلك مثلا في الاختيارات الكبريت أو الملكايت، تختار واحد منهم ومعاه مثلا كوارتز، سفالورايت، أي حاجة من الحاجات دي. نيجي بعد كده الألوان المتغيرة. عندك من الحاجات اللي الألوان بتتغير بتاعتها حسب الشوائب اللي موجودة فيها هي الكوارتز والسفالورايت. الكوارتز مثلا بيبقى لونه وردي لو فيه شوائب منجنيز، لونه بنفسجي لو فيه أكاسيد حديد، في لونه أبيض لو فيه فقاعات غازية، رمادي ودي مهمة جدا لو فيه كسر بعض الروابط بين ذرات عناصره. ودي مهمة جدا ليه؟ لأن دي ما بتعتبرش تغير بسبب كيميائي، لا هي بتبقى تغير عادي بسبب شوائب برضو، او تغير فيزيائي مفهوش اي تغير كيميائي. مين بقى اللي لو جه قالك ان هو تغير كيميائي؟ هيبقى معدن السفالورايت او كبريتيد الزنك. طيب السفالورايت بيتحول للون البني بسبب احلال بعض ذرات الحديد محل الزنك. انا غيرت في التركيب الكيميائي بتاعه، حطيت مادة تانية، حطيت عنصر تاني، فده هو اللي بيبقى تغير كيميائي. طيب انا ازاي هعرف ان بالكوارتز ده بألوانه الكتير هو ده الكوارتز؟ عن طريق المخدش. اكتر حاجة بتعرفني الكوارتز هو المخدش بتاعه. المخدش بتاعه ابيض، تمام. وبما ان اتكلمنا عن المخدش واللون فلازم تفرق بين حاجة مهمة جدا. لو جاء قالك تفاعل سطح المعدن مع الموجات الضوئية الساقطة عليه، تفاعل سطح المعدن ده اسمه لون، انما لو قالك تفاعل مسحوق المعدن مع موجات الضوئية، مسحوق المعدن ده اسمه المخدش. طيب بمناسبة ان انا كنت باكد عليكم على ترتيب العناصر الاكثر انتشارا في القشرة الارضية والاكثر شيوعا في القشرة الارضية، يجيلك مثلا سؤال يقولك المعدن المكون من العنصرين الاكثر انتشارا في صخور القشرة الارضية، ايه هو المعدن ده؟ المعدن ده احنا عارفين ان اكتر عنصرين منتشرين في القشرة الارضية هو السيليكون والاكسجين. طيب ايه المعدن اللي بيتكون من السيليكات ومعاها الاكسجين؟ هو الكوارتز او المارل، تمام كده. طيب دي كل الحاجات اللي كانت موجودة في الباب ده، في بس ناقص نعرف ان البايرايت هو الذهب الكاذب، وبنعرفه منين؟ ان مخدشه بيبقى اسود انما هو في الاصل بنلاقيه لونه اصفر زي الذهب. طيب نيجي بعد كده للباب التالت. الباب التالت مهم جدا تفاعل بوينت فيه، وان انت تبقى عارف شكله عامل ازاي، السلسلة المتصلة والسلسلة الغير متصلة، وايه بيبدأ التفاعل الاول او ايه بيتبلور الاول. يجيلك مثلا أسئلة أو من أشهر الحاجات اللي فيه إن الأوليفين هو أول المعادن تبلورا، الفلزبار الصودي هو آخر المعادن تبلورا في السلسلة المتصلة، البيوتات هو آخر المعادن تبلورا في السلسلة الغير متصلة، وخلي بالكوا إن البيوتات هو المايكا. طيب لو سابها لك مفتوحة وقالك آخر المعادن تبلورا وسكت، ده يبقى الكوارتز. طب لو قالك آخر الصخور تبلورا هو الصخر الحامضي، طب أول الصخور تبلورا هو الصخر القاعدي، أو سوري الفوق قاعدي، تمام. في برضو تجميعة أنا عاملاها للصخور القاعدية والفوق قاعدية والحمضية والمتوسطة، كل دي هتلاقيها دلوقتي أهي. دي هي الورقة دي، ذاكروها كويس جدا مش هيطلع منها التحويلات بتاعة الصخور. وفي كمان تجميعة عاملاها للكوارتز والمايكا وكل عنصر من العناصر اللي موجودة في الباب التاني بكل صفاتها بخواصها بكل حاجة، كنت كاتباها ورا جيو ماجد إمام. إن شاء الله برضو هحطها لكم على جروب التليجرام، فادخلوا اعملوا جوين لي، وما تنسوش برضو السبسكرايب للقناة واللايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من زمايلكم. نرجع تاني لمحتوانا والتركات الباب التالت. لازم حاجتين تفرق بينهم كويس قوي، هو اللوبولايس واللاكولايس. اللوبولايس هو عبارة عن قبة معكوسة شبه الطية المقعرة، نوع النسيج فيها متداخل بورفيري منخفض اللزوجة. أما اللاكولايس عكسها، اللاكولايس هو قبة عادية، لاكولايس قبة عادية، الطية محدبة، متداخل بورفيري برضو عالي اللزوجة، تمام. طيب حاجتين برضو لازم تفرق بينهم كويس، الجدد والعروق. ايه الفرق بينهم؟ الجدد بتكون غير قاطعة للطبقات، بتكون بين الطبقات كده بالشكل ده، دي كده الجدد.
انما عندك العروق هي بتبقى قاطعة للطبقات، ودي مهمة جدا علشان جت في امتحان السنة اللي فاتت في رسمة في المقالي، فركزوا عليها كويس اوي. عارفين طبعا ان الجدد هتبقى موازية لمستويات التطبق، انما العروق هتبقى قاطع للطبقات، احدث من الطبقات اللي بتقطعها. طيب نيجي بعد كده، لازم تكون عارف انواع البراكين كويس قوي، والاماكن اللي بيتشهر فيها كل بركان او كل نوع من البراكين. البراكين الخامدة هي براكين حصل فيها تصلب للصهير في غرفة الماجما بتاعتها، وبقالها سنين أو آلاف السنين ما حصلهاش إثارة. إنما البراكين المستديمة أو البراكين الدائمة هي براكين شغالة دايما في إثارة، أو دايما حاصلها إثارة، ما بتفرغش أو ما بتخلصش غرفة الماجما بتاعتها. وأشهر الأماكن بتاعتها بتكون سترومبلي في إيطاليا. في كمان براكين اسمها براكين متقطعة الثوران، ودي براكين يعني بتفضل تتملي. ودي براكين مشهورة جدا في فيزوف في إيطاليا، وآتنا في جزيرة الصقلية. مهم جدا ان انت تعرف انواع البراكين، تفرق بين كل واحد كويس قوي، وتعرف الاماكن بتاعتهم. طيب معلومة مهمة جدا، ان الرماد البركاني بيزود من خصوبة التربة، ودي معلومة ممكن يدخلها لك في علوم البيئة. طيب نيجي بعد كده، احنا قلنا ان التجميعة دي بتاعة الصخور مهم جدا ان انت تذاكرها كلها. دي الفرق بين الصخور الرسوبية والمتحولة، وكل واحد منهم تذاكره ازاي، ودي اهم المعلومات اللي فيه ان شاء الله، مش هيطلع براه. نيجي بعد كده للباب الرابع. اول حاجة مهمة جدا تكون عارفها هو التوازن الايزوستاتيكي لإيري. التوازن الايزوستاتيكي اهم حاجة فيه ان انت تبقى عارف تفرق كويس قوي بين منطقة التفتيت ومنطقة الترسيب. طيب ايه هي منطقة التفتيت وايه هي منطقة الترسيب، او ايه اللي بيحصل اصلا؟ اول حاجة بيبقى عندي جبل بيتآكل رأس الجبل ده، وينزل الفتات بتاعه ويتجمع في مكان. طب ايه اللي هيحصل في المكان ده وايه اللي هيحصل في المكان ده؟ ده اللي مهم جدا ان انت تعرفه. نبدأ بمنطقة التفتيت. طبعا بديهي جدا ان انت بتقول اهو تفتيت، اتكسر حتت من جبل، فمعنى كده ان الضغط المؤثر على الطبقات الصخرية اللي تحته هيقل. تمام. الصهارة اللي تحت الجبل بتكون خفيفة الوزن، لان هي بتبقى عبارة عن مايكا وكوارتز وفلزبار، ودي صهارة حامضية ليها كثافة منخفضة. ما بلاقيش قليل جدا لما الاقي تحتيها صهارة قاعدية. طيب منطقة الترسيب طبعا هتبقى العكس، انا هنا الوزن قل انما هنا الوزن زاد، الضغط زاد. تمام. هنا هلاقي الصهارة ثقيلة الوزن، لان هي بتبقى غنية بالحديد والمغنيسيوم، بتبقى كثافتها عالية جدا لان هي عبارة عن صهارة قاعدية. تمام. بيندر اسفلها وجود الصهارة الحامضية. يبقى تاني كده، حصل ان انا اتكسر عندي فتات من الجبل، الفتات ده اتنقل لمنطقة تانية. طب ايه اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل هنا ان هيقل الضغط على الطبقات اللي تحته. هيبتدي يكون موجود في الصهارة خفيفة الوزن، ان هي عبارة عن مايكا وكوارتز وفلزبار، ودي كثافتها منخفضة. ليه؟ لان هي صهارة حامضية او حمضية. انما هنا هلاقي ان الضغط بيزيد على الصخور اللي تحته، لان هي منطقة ترسيب. حصل ان الصهارة كانت كثافتها عالية مليئة بالحديد والمغنيسيوم، بيقل او بيندر وجود الصهارة الحامضية. تمام. الصهارة بتبقى ثقيلة الوزن، كثافتها عالية، صهارة قاعدية. تمام كده. ده اللي محتاج ان انت تعرفه في التوازن الايزوستاتيكي. حاجة تانية، ايوه لازم تعرف ان الجبل متكون من حاجتين. الجذر هو 4 أخماس حجم الجبل، اما القمة بتاعته بتكون الخمس، وده طبعا ممكن يجيلك في مسائل كتير. طيب تاني حاجة او تاني صورة مهمة جدا في الباب ده، وهي الأشرطة المغناطيسية. طب ليه مهمة؟ لأن انت لازم تبقى عارف ان هو بيحصل بعد كده، فده هيبقى القديم وده الأحدث، وده ممكن يجي في رسومات كتير وفي قطاعات كتير، وبيبقى ليه دلالة جيولوجية في رسومات كتير. تمام. يبقى دي المعلومة اللي لازم تعرفها، هي ان انت ده القديم وده الحديث. تمام. ودي الماجما اهي خارجة بالشكل ده. تمام.
كأن قوة شد كده. تمام. نيجي بعد كده حاجة مهمة جدا برضو، الخاصية المغناطيسية مهمة جدا ان انت تبقى عارفها، لان هي بتستخدم في تحديد الموقع الاصلي لتكون الصخر. طب ايه اللي هيفيدني لما احدد الموقع الاصلي؟ اللي هيفيدني في ده ان بيحصل الانجراف القاري اللي بينقل لي الصخور، او نتيجة نقل الصخور انا مببقاش عارف الصخر ده الاصلي اتكون منين. يعني مثلا عندك الفحم ده اتكون في مناطق استوائية، المناطق الاستوائية دي بتبقى الزاوية بتاعتها 0 درجة، 0 درجة يعني موجودة عند خط الاستواء. طب أنا لو لقيتها مثلا 75 أو عند 75 درجة، فأنا بعرفها منين؟ بعرفها من المغناطيسية الأصلية للصخر بتاعها. فأنت لازم تبقى عارف إن لو الصخر ده لقيته 90 درجة فمعناه إن هو اتكون عند القطب، لو لقيته 0 فده معناه إن هو اتكون عند خط الاستواء. طيب ايه تاني مهم في تركات الأسئلة؟ المقارنة دي أهم من حياتك، المقارنة دي مهمة جدا، الحركات الأرضية الرافعة والحركات الأرضية الخافضة وبناء القارات وبناء الجبال. طبعا احنا قلنا إن الحركات الأرضية الرافعة عبارة عن تعرية ولا ترسيب؟ الحركات الأرضية الرافعة عبارة عن تعرية، أما الحركات الأرضية الخافضة عبارة عن ترسيب. طيب الحركات الأرضية الرافعة هي الدلالات عليها ايه؟ صخور رسوبية كانت من أصل بحري أعلى قمم الجبال، زي عندي في جبال الهيمالايا على قمة إيفرست على بعد 8840 متر من سطح البحر. تمام، بلاقي صخور رسوبية كانت من أصل بحري، يعني هي اتكونت في البحر. ايه اللي جابها على الجبال؟ ده حصل بسبب الحركات الأرضية الرافعة. لقيت مثلا طبقات الفوسفات اللي هي بقايا حيوانات فقارية، حيوانات بحرية اتكونت في مياه ضحلة، معنى كده ان هي اتكونت تحت سطح البحر. ايه اللي طلعها لقيتها اعلى بكثير من مستوى سطح البحر؟ ده بسبب حركات ارضية رافعة. في حفريات شعاب مرجانية، حفريات الشعاب المرجانية دي اللي بتتكون في مية، بتكون مستعمرات، لازم يكون في رصيف قاري، لازم يكون في طاقة عالية، كل ده لقيته برضو اعلى مستوى سطح البحر. طيب دلائل على حركات أرضية خافضة، طبقات الفحم اللي لقيتها على أعماق كبيرة تحت مستوى سطح البحر. طبقات الفحم اتكونت في الغابات الاستوائية أو في الأماكن الاستوائية والمناطق الاستوائية اللي كانت لازم يكون فيها أشجار كتير، وده ما أخدتوه في علوم البيئة. ايه اللي هينزلها أعماق تحت مستوى سطح البحر؟ ده بيكون بسبب الحركات الأرضية الخافضة. وجود بعض المعابد الرومانية غارقة في مياه الإسكندرية، ده بسبب برضو حركات أرضية خافضة. نيجي بقى للأهم، وهي الحركات البينية للقارات والحركات البينية للجبال. حركات بينية للقارات بتكون عبارة عن حركات بطيئة بتحصل على مدار سنين، مش بحس بيها أصلا، بتأدي لرفع أو هبوط الصخور، بس ما بتعملش طي عنيف لأن هي بطيئة مش سريعة. لو سريعة زي حركات البينية للجبال هلاقي إن هي بتعمل طي عنيف جدا، بتعمل تصدع، بتعمل فوالق، بتعمل حاجات كتير بتشوه الصخور. إنما هنا حركات بطيئة ما بتعملش طي عنيف، ما بتعملش تصدع، فبالتالي مش هتشوه الصخور. طيب ايه أهمية الحركات البينية للقارات؟ الحركات البينية للقارات بتلعب دور مهم في توزيع القارات والمحيطات في الأزمنة الجيولوجية المختلفة، لأن هي حركات بطيئة بتنظم الشكل الأرض عن طريق توزيع القارات والمحيطات. وده مثال عليه نشأة الأخدود العظيم لنهر كولورادو بأمريكا الشمالية، اللي هو على بعد 1500 أو ليه ارتفاع 1580 متر، وده اتكون على مدار سنين كتير جدا، لأن هي حركات بطيئة ما عملتش تشوه، بل بالعكس كونت لي أخدود عظيم في نهر كولورادو. إنما لو جينا بصينا على حركات بينية للجبال بتكون حركات سريعة في نطاق ضيق، بتعمل طي عنيف جدا، بتعمل تصدعات عن طريق فوالق ليها ميول قليلة وإزاحة جانبية كبيرة. الجملة دي مهمة جدا، إن الفوالق اللي بتعملها الحركات البينية للجبال هي فوالق ليها ميول قليل، إزاحة جانبية كبيرة، وده اللي بيوصف لي الفوالق الدثرية. طبعا بتعمل تشوه للصخور. ايه اهميتها؟ ان بينتج عنها سلاسل من الجبال ذات امتداد اقليمي، زي جبال اطلس، جبال الألب، جبال الهيمالايا، جبال الممتدة بشمال مصر. ده المهم في الجداول دي، والجداول دي مهمة جدا، لازم ان انت تكون عارفها كويس قوي. لازم تعرف تفرق بين انواع الموجات الزلزالية، خاصة بقى موجات سطحية معقدة.
الموجات الزلزالية 3 أنواع. أول موجة هي موجات داخلية أولية طولية. يعني إيه طولية؟ يعني بتتكون من اهتزازات وتضاغطات تضاغطات وتخلخلات. عبارة عن موجات طولية سريعة. أول ما يصل إلى آلات الرصد بتنتشر خلال الأجسام الصلبة والسائلة والغازية. طيب الموجات داخلية ثانوية بتكون عبارة عن موجات اهتزازية مستعرضة، يعني عبارة عن قمم وقيعان زي ما موجود هنا في الشكل كده. دي كده الموجات الطولية عبارة عن تضاغطات وتخلخلات. أما الموجات الاهتزازية المستعرضة بتبقى قمم وقيعان أبطأ في السرعة من الموجات الداخلية الأولية، بتمر خلال الأجسام الصلبة فقط. تالت نوع هو الموجات السطحية المعقدة، ودي بتبقى زي دوران كده بتلف، تمام، بتكون طولية برضو. آخر الموجات وصولا لأجهزة الرصد، وهي اللي بيعدى إليها الدمار الشامل، هي اللي بتسبب الدمار الشامل لو حصل النوع ده. طيب معلومة مهمة جدا، إن قدر الزلزال ما بيتغيرش بالبعد عن المركز، على عكس شدة الزلزال. الشدة بتقل كل ما ببعد عن مركز الزلزال، إنما القدر ما بيتغيرش. فعشان كده هتفرق في المقياس بتاعه. عندي مقياس ريختر ده بيقيسلي قدر الزلزال اللي ما بيتغيرش بالبعد عن المركز، إنما مقياس ميركلي ده بيقيسلي شدة الزلزال اللي طبعا بتقل كل ما بعدنا عن المركز. مهم جدا تفرق بين مقياس ريختر وميركوري، كل واحد بيقيس منهم ايه. ومهم جدا ان انت تبقى عارف انواع الموجات الزلزالية، خاصة الموجات السطحية المعقدة اللي بتسبب لي الدمار الشديد. طيب نيجي بعد كده على الباب الخامس، ايه الحاجات المهم ان انت تبقى عارفها فيه. عوامل التجوية الميكانيكية والكيميائية، وانا محطتهاش هنا عشان انت تقراها من الكتاب بتوسع وكويس. الكوارتز مش بيتحول ولا بيتحلل لمعادن تانية. هتلاقوها في التميؤ والكربنة. الكوارتز ما بيتحولش ولا بيتحلل لمعادن تانية، مهم جدا تعرف المعلومة دي. أنواع الكثبان وشكلها حسب اتجاه الرياح، لازم هنزل لكم الصور بتاعتها على التليجرام، وهقول لكم أو هعرفكم الفرق بينهم، بس لازم انت تقرأ الجزء ده من الكتاب كويس قوي، ولازم تكون مهتم بيه. اهتم بكل التريكات اللي أنا قلتها هنا. كده اكون ركزت لكم على اهم النقط اللي بتيجي في الجيولوجيا وهتيجي ان شاء الله في الامتحان. بتمنى ان انا اكون فدتكم ولو بمعلومه بسيطه. انا حاولت اساعدكم بقدر الامكان. حاول ان انت بس تركز في الامتحان وما تتوترش، النصيحه اللي بقولها دايما اهم حاجه عدم التوتر. ان شاء الله امتحان الجيولوجيا هيجي في المتناول، هيبقى كويس، مش صعب ولا سهل، لان مفيش امتحان في ثانويه عامه بيجي سهل، بس مش هيبقى صعب، يعني مش هيبقى تعجيزي، لا هيبقى متوسطه تعرف ان انت تحله. استعين بورقه المفاهيم، ودي اهم حاجه، لان في الجيولوجيا ورقه المفاهيم مهمه جدا. ركز في القطاعات كويس قوي، حل عليها كتير لحد يوم الامتحان، وما تقلقش ان شاء الله خير، وربنا يوفقكم جميعا يا رب.